استمرت السلطه يا مسعود افندي، خلينا نخلص. خلصت الدفاع من معروف. خلصنا بقى يا استاذ مسعود. يا مسعود افندي، يا مسعود افندي، سيادة المدير عاوزك يا مسعود افندي. قلة أدب، قلة تربية، وجعت قلب الله يوجع قلبك. 25 سنة وانت يوميا تعمل معايا الفصل البارد ده، انت ايه؟ ما عندكش دم؟ 25 سنة وانا ساكت لك واقول يمكن يتعدل يمكن يتهدي، لكن لا، ده انا اسكت وبعدين انفجر. يانا انت في الشركة دي، انت ايه؟ ما تعرفش يعني ايه مسؤولية؟ وقت الشركة ده ببلاش. 25 سنة. انت ايه يا افندي؟ هو انا كل ما امشي القاك في وشي؟ هو مش سيادتك بتشتمني برضه؟ اشتمك؟ حسن ملفظك يا افندي. اشتمك ليه؟ امال بتشتم مين يا فندم؟ بشتم القلم بتاعي يا افندي. كل ما عاوز امضي امضى ابص ما الاقوش قدامي. 25 سنة خص الله يكسبك. بتشعلق حضرتك في النضارة؟ طيب انا هوريك. ان ما بطلتك لعب العيال ده ما بقاش انا. سيادتك كنت بعتلي يا فندم. ده كلام فارغ، ده تعطيل مصالح الناس، ده استهتار بالعمل. انت ما عندكش اخلاق. سيب القلم يا افندي، انا بكلمك انت. انت بتاخد ما هي ليه؟ عشان تنام في المكتب ولا عشان تشتغل؟ اسكت، انت بتقاطعني كمان. انت ما عندكش ادب، ما عندكش اخلاق. اتفضل يا افندي، خلص اجراءات الصرف بسرعه وخد الدوسيهات دي راجعها. حاضر. وخد دي كمان. ايوه. دي فاتورة تليفون بيت سيادتك. عارف. خد الفلوس ادفعها اهي، بس ما تاخرش، اخر ميعاد بكره. اروح دلوقتي ادفعها يا فندم. وتعطل مصالح الناس، مش كده؟ يبقى بكره الصبح ان شاء الله. وتجيني متاخر وتقول كنت بتدفع فاتوره المدير. امشي يا فندي، اتصرف، مفيش اخلاق. خمسة وعشرين سنة وانت تعمل فيا الفصل البارد ده. ما تبطل الحركات القرعة دي بقى. نعم يا مسعود افندي. وحياة عينيك خد الفلوس دي، وصل التليفونات، ادفع فاتورة المدير. المدير؟ طب وانا مالي زعل ليه؟ لا يسمعنا. الله بقى، هو ادالك تدفعها انت تقوم تزحلقها عليا؟ مفيش اخلاق. طب اسمع. خد دي عشانك. ايه؟ خلصنا بقى يا مسعود افندي، عاوزين نشوف شغلنا بقى. يا ناس حاضر من عينيا، بس واحد اعملوا معروف. اعملوا معروف. سيادة الوكيل عاوزك. من عينيا الاثنين. وكل ساعه من عينيا الاثنين. مسعود افندي. نعم. سيادة المدير عاوزك.
عايز اهنيه على نظافته، على ذوقه، ربنا يخليهولك ويحرسه. سلام عليكم. سلام. سي مسعود، نعم. تعال انشف لك هدومك. كتر خيرك، البيت قريب اهو. السلام عليكم. جيت يا ابو زلقاخ. شايف جايبتك السودة؟ شايف جلبتك المهبلة؟ جايبها لي عشان تغيظني، عشان تفرسني؟ يا إلهام. روح في 60 داهية. رايح فين؟ تعالى. اخويا ميمي جه وبيستريح في اوضه النوم، اتلقح في اوضه المسافرين على بال ما اجيب لك البيجامه. جاتك البلا. ميمي يا اخويا لابس البيجامه بتاعتك. طب هات النظيف. ما هو لابس النظيفه. طب هات الوسخ. الوسخه في الغسيل ايه؟ ما تقدرش تقعد يوم بالبدله؟ لا اقعد. طب حضري الاكل. المسقعه على النار. مسقعه؟ عارفه انك ما بتحبش المسقعه، انما ميمي اخويا بيحب المسقعه، وده ضيف ايه؟ مفيش اخلاق يا بوي.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. ازيك يا حاج؟ نحمده ونشكر فضله. متهيألي يعني الدكانة دي ما بيجيلهاش زباين كتير ولا ايه؟ رضا، هناخد رزقنا ورزق غيرنا. كنت بقول ايه؟ ما عندكش البتاع اللي اسمه ايه ده؟ قول معايا اسمه. كله موجود عندك اهو، نقي اللي يعجبك. ده ايه ده يا حاج؟ لا استنى انا اللي هقول. ده كزبرة هندي. لا، ده كرم. نعم؟ كرم، دي حبوب الكرم. لا هو كرم صحيح، كرم. حتى بالأمارة يحطوا عليه مية يبقى كراميلا. لا، اللي في ايدك دي حبوب الكرم بس. واللي في ايدك ده صدق. صدق؟ ايوه. واللي
هناك ده شجاعة، ودي مروءة، وده صبر. شبعان منه. والنبي الاقيش عندك شوية اخلاق وحشة. زي ايه؟ قلة ادب، قلة حياة، دناوة، خنفسة. خنفسة؟ جاية من خنفس يعني. نفاق، انانية. لا والله يا ابني، كلها خلصت. بعتها كلها؟ ايوه. الهجوم عليها كان صعب قوي. اول الناس ما عرفت انها وصلت بقوا واقفين صفوف هنا، ولا اللي بيشتري من الجمعية الاستهلاكية. يا سلام. وفي نص ساعة البضاعة خلصت. جبنا دفعة تانية، اضطرينا نوزعها بالبطاقة. طب وايه الصنف اللي كان عليه الطلب اكتر؟ النفاق. كل الناس عايزة نفاق. امال يا ابني العيشة بقت صعبة قوي. وقول لي الناس تعمل ايه؟ مش ضروري برضو كل واحد يجري على اكل عيشه. طب والاخلاق دي، الصبر والكرم والشجاعة والمروءة، محدش بيشتريها؟ ابدا، بايرة كلها وحياتك. الناس برضو تخاف على نفسها. اهو عندك الراجل اللي قتلوه امبارح وطلعت صورته في الجرائد. اهو ده كان واخد مني حبيتين صدق. الناس معذورة برضو. طب اسمع يا حاج. ايوه. انا عايز حبوب شجاعة. بس يا ابني. ما بسش ولا حاجة، انا عايز حبوب شجاعة. انت حر، اديك يا ابني. طب اديني رطل، ولا اقول لك اديني رطلين شجاعة. مش بالرطل. امال ايه؟ بكيلو؟ طب اديني كيلو بس وحياة عينيك يكون مشفي. برضه مش بالكيلو. بالمتر؟ طب اديني 3 امتار الا ربع. بالمدة. عايز يومين، 3، 10. 10. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ 10 ولا 10 كتير؟ اقول لك خليهم 5. ولا اقول لك خليهم 3. ادي 3 ايام شجاعة. ايه ده، حباية واحدة؟ تكفيك 3 ايام. ما تديني كمان شوية. اما تجرب دي الاول، الشجاعة مش هينة. شجاعة لوحدها؟ عندكش حبوب قوة؟ لا، القوة مش اخلاق، انا ببيع اخلاق بس. ما هي شجاعة من غير قوة تبقى مصيبة. ما تخافش، الشجاعة يا ابني تديك القوة. طب كام؟ اللي تجيبه. لا يعني ما عندكوش سعر محدد؟ لا، وان كان مفيش ولا يهمك بعدين. شكرا. ما قلتليش الاستعمال ازاي؟ ولا حاجة، خدها بشوية مية. طب ومفعولها يظهر بعد قد ايه؟ والله حسب التسهيل. اوقات بعد دقيقة واحدة، واوقات بعد ربع ساعة، نص ساعة، مش كله. والسبب ايه؟ استعدادك لنوع الاخلاق. طب واعرف ازاي انها اشتغلت؟ تعطس. اعطس من الشجاعة؟ شجاعة غير شجاعة، كله يعطس. متشكر، افادكم الله. شكرا. مفيش حد عنده شهامة يخش عن العيل الصغير ده؟ نفرتني بحياتي يا اخي. انت ما انت بتفكرني من غير ما ايوه جيت. طب غور من وشي. يا نهارك اسود، بتضربني يا مسعود؟
ايوه بضربك عشان بتضربي البنت الغلبانه المسكينه الصغيره دي. ايه؟ مفيش رحمه، مفيش اخلاق. وبتمد ايدك عليا كمان. اخرسي لاكسر لك دراعك. ده بتكسر رقبتك. بلاش قله ادب. يا لهوي. اهو كله من ده. عاجبك تعيشي في البيت زي البني ادمين، عاجبك. مش عاجبك المأذون موجود والباب ينفذ الجمل. مسعود. اغرسي. انا زهقت خلاص مش قادره استحمل. اغرسي. هو انا كنت اتكلمت ولا فتحت بقي؟ انت كمان عايزه تفتحي بقك؟ انت ايه ما بتحسيش؟ يا لهوي. انت لازم اتجننت. يا لهوي. انا ما اتجننتش، انا فقت. فاهمه يعني ايه فقت؟ اسمعي الكلمتين دول وحطيهم حلقه في ودنك. لاخرم حباب عينيكي. حاضر يا اخويا. ضرب الشغاله مفيش. عينيا يا اخويا. انزحه وقله ادب وطولة لسان مفيش. امرك يا اخويا. ولازم تعرفي ان البيت ده فيه راجل واحد وبس. هو مين يا اخويا؟ انا. مص عليك. انت اللي ضربت الواد ده؟ عايز ايه؟ عايزك تبوس على راسه. اتكل على الله يا رسول افندي وخلي نهارك يعدي على خير. انا بقول لك تبوس على راسه يعني تبوس على راسه. اهلا يا بطل. اتفضل. عظيم، هايل، انسان. مفيش راجل في الحي كله غيرك. كان نفسي من زمان اعرف راجل بالقوة دي، راجل ولا كل الرجالة، بطل احبه ويحبني، اهنيه ويحميني. احميكي واحمي 10 زيك. احميكي واحمي بلد بحالها. احميكي واحمي اللي يشدد لك.
انا حديد، انا هرقل. انا شجاع، انا قوي، انا شمشون الجبار، انا اسد. عارفه يعني ايه انا اسد؟ هف هف. الغريبة ما كانش باين عليك ده كله. كنت كل ما اكلمك تدور وشك الناحية التانية من الكسوف، وبعدين قلت لنفسي يا بنت يا سوسو ده راجل ضعيف. ده ما كانش ضعف، ده تواضع. وانا من زمان كان نفسي اكلمك واحضنك اي حرام عليك يا متوحش. وابوسك. حظ. انا وحش جسور، انا اسد هصور، انا شمشون الجبور. وانا ست ضعيفة ملهاش راجل، ومحتاجة لك، محتاجة لحبك وحمايتك. بتحبيني؟ انا كل ليك، روحي وحياتي ملك ايديك. هف. هو ده يا شاويش. انت اللي ضربت الراجل ده؟ وبتقول كمان؟ امال عايزني اقول ايه؟ لا. وانت اللي كسرت القهوه دي؟ طب قدامي على الاسم. قدامك. طيب. أنا الأستاذ. مش فاتحة لو المأذون معاك. مأذون؟ ايوه لازم تطلقني. علي يا إلهام، افتحي بقولك. أنا طول النهار ما عملتش. مش ممكن اعيش معاك دقيقة واحدة بعد اللي عملته فيا. طب افتحي ونتفاهم جوه. افتحي أحسن لك. مش فاتحة. إن شاء الله ما فتحتي ولا عنك فتحتي. هاي! معلش يا ستي، ما تعيطيش امال. بس يا حبيبتي. سيادتك طلبتني. انت النهارده جيت متاخر. فعلا جيت متأخر. ليه؟ صحيت واخري. وصحيت واخري ليه؟ نمت واخري. ونمت واخري ليه؟ اهو ده بقى مش شغلك. بتقول ايه يا افندي؟ بقول مش شغلك. مخصوم منك 3 ايام يا افندي يا قليل ادب. الخصم من سلطتك اي نعم، انما شتيمة اي لا. انا هحولك للنيابه الاداريه يا افندي يا وقع. انزل تحت. مش نازل، ولو زودت كلمة واحدة هخرب بيتك. اطلع بره. مش طالع. انزل تحت. مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. انا هكتب مذكره لوكيل وزاره حالا عشان يرفدك. اطلع بره. مش طالع، ولو كنت راجل انزل لي. انزل تحت. مش نازل، ولو كنت راجل اطلع لي. طيب اديني تعطيلك. يا مذكرة. انا هكتب مذكره حالا يا افندي يا قليل ادب يا وقع. حالا بردك ما تستناش عندي ابدا. هو ده وقته؟ يعني انا هتبه لشغلي ولا هتبه لك؟ ما قلت لك مش كل واحد يستحمل الشجاعة.
كنت مستحملها ومستحليها لحد ما راح مفعولها، فقت لقيت نفسي رايح في 60 داهية. وكنت عاوز تاخد اكتر من 3 ايام. ده اللي حصل لي في ال3 ايام ما حصليش في عمري كله. المدير عايز يرفدني، مراتي عايزة تطلقني، دخلت قسم البوليس لأول مرة في تاريخ حياتي وعملوا لي قضية جنح. جالك كلامي؟ اهو عشان كده الحبوب دي كلها بايرة، محدش راضي يشتريها. انما انت عايز الصراحة، الناس لها حق. في ايه بقى؟ في انها تخاف من الشجاعة. يعني خلاص ما عدتش عايز حاجة تاني؟ والنبي اللي عملته الحبوب بتاعتك عليك انت تصلحه. برضو الحبوب بتاعتي؟ انا كنت ضربتك على ايدك وقلت لك خد. ضربتني ما ضربتنيش، المهم النتيجة. شوف يا ابني، شجاعة من غير مروءة ما تنفعش، تبقى شر. مروءة؟ ايوه، كان لازم تاخد حبوب مروءة. شوف بقى اما اقول لك، انا فكرت كويس لقيت ما تنفعنيش غير حاجة واحدة بس. ايه هي؟ حبة النفاق يصلحوا الحال. ما قلت لك حبوب النفاق خلصت والناس ما خلتش منها حاجة لغاية ما بعتها بالبطاقة. امال الناس كلها كده ليه؟ مش عشان خدوا الحبوب؟ انا حاسس كده والله اعلم ان عندك حبيتين 3 شايلهم لوقت عوزة. اعمل معروف ادهم لي لحد ما ارجع البيت والشغل، وابقى اعمل فيها اللي انت عايزه. كم حباية نفاق الله لا يسيئك. وانحليت في عينك. احلف لك على مصحف. حبتين كفاية؟ كيسين اعمل معروف. ده حالهم يصلحوا الحال. الكيسين اللي فاضلين هم، اعمل حسابك مفيش غيرهم. طب الحقني بكوباية مية وحياتك، اخد حباية دلوقتي. اشتغلت. يرحمك الله. ربنا يخليك لشبابك يا راجل، يا امير، يا عظيم، يا جميل، يا هايل. والنبي انت هايل. السلام عليكم. مكوى. $14 قرش. دقيقة واحدة عقبال ما اجيب لك الفلوس من الأوضة. حاضر. برافو عليك، خد دول علشانك. شكرا يا استاذ مسعود. ايه اللي دخلك هنا يا راجل انت؟ رضوان. رضوان المكواجي؟ لا، رضوان حارس الجنة. هي مش هنا الجنة ولا ايه؟ اسمع، انا قلت لك ما تجيش البيت ده لو معاك المأذون. اتفضل اخرج بره. انا كنت رايح المأذون، انما لفت نظري العقد اللولي الظريف ده في الفاترينا. العقد فكرني بسنانك اللي اجمل منه، وسنانك فكرتني بلسانك اللي بينقط شهد وسكر. يا اجمل وارق ست في الوجود. جرالك يا راجل انت؟ اكتشفت السعادة الحقيقية بعد ما اشتريت العقد. رحت وقعدت على شاطئ النيل بفكر، هايم سرحان. قلت لنفسي يا واد يا مسعود، ايه هي السعادة الحقيقية؟ في الفلوس؟ ابدا، الفلوس بتيجي وتروح. في المراكز؟ برضو ابدا. ياما في مراكز وراحت، ولا دايم الا وجه الله سبحانه وتعالى.
هي السعادة الحقيقية؟ ايه؟ قعدت افكر 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 افكر، قعدت افكر افكر، وفجأة سمعت هاتف بيقول لي: يا مسعود يا ابن قطر الندى، السعادة الحقيقية بين ايديك. يا مسعود يا ابن قطر الندى، السعادة الحقيقية هي حياتك مع إلهام. قلت له: وات؟ قال لي: زي ما بقول لك كده، إلهام، وإلهام بالذات. شتمتك، ضربتك، أهانتك، قلعت اللي في رجلها ورقعتك، هي دي السعادة. ساعتها بكيت من الندم، واغرورقت عيناي بالدموع، وقلت: ليه يا ربي ليه تبقى السعادة الحقيقية بين ايديا وانا مش دريان؟ سيبيني، اتركيني، دعوني لأحزاني وأشجاني. ويحك يا مسعود، ويحك. بس انا شايله منك يا سي مسعود، تضربني عشان شغاله. قلة عقل يا روحي، غباء يا حياتي، عمى أزلي يا حتة من قلبي، يا طيبة يا حنينة يا مراتي وأختي، يا أمي وأبي، يا حاضري ومستقبلي، يا أملي وإلهامي، يا أغلى من أيامي، يا أحلى من أحلامي. مسعود، أنا أسعد راجل في الدنيا اللي بقك الجميل ده بينطق اسمي الضئيل ده. اخصى عليك يا قاسي، كده تسيبنا امال فين عضلاتك؟ حبك توه عقلي ونساني عضلات. افكرك بيهم؟ هات هات نواف، هات 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 يا الله اجمد امال، لحسن من انا حبيت اللعبه دي خالص. ما هو انا جامد اهو على الاخر. ها موت على الاخر. الله يا الله، انا بحبها قوي. الله، جرى لك ايه؟ قوم قوم يا مسعود. والنبي ايدك معايا يا است سوسو، ربنا يكفيكي شر الفضيحه. انت مالك خيرع كده ليه؟ امال فين قوتك يا اسد؟ ما خلاص قوتي راحت. وجاي تعمل لي ايه؟ انا يا اخويا مش ناقصه رجاله خرعه. يلا يلا وريني عرض كتافك. وحبنا راح فين؟ وكلامك الحلو راح فين؟ انا كلي لك، روحي وحياتي ملك ايديك. ملك ايديك لما كانوا جامدين. انت فاهمه ان القوه في العضلات وبس؟ طبعا. ده تفكير قديم، تفكير العصر الحجري، لما كان الانسان بيشتغل بعضلاته وبس. انما احنا دلوقتي في عصر المكن، عصر الذره. القوه هي العلم، الذكاء، الفلوس. انت مثلا ست ضعيفه. عارفه، وعشان كده كان نفسي في راجل قوي يحميني ويدافع عني. برضه بتكلمني عن قوه العضلات، وانا بكلمها عن قوه المال، العلم والذكاء. طمن روحك، انا لا عندي مال ولا علم ولا ذكاوة. انت بتقولي ايه؟ ده انت عندك ذكاء بس ما بتستعمليهوش، عندك جمال ولا جمال السفير عزيزة، عندك أنوثة وخفة دم تكفي ستات العالم بحالهم. والنبي انت راخر، وايه الفايدة؟ ما هي غلطتك. غلطتي انا؟ طبعا غلطتك. بقى في ست بالجمال والمواهب دي وتدفن نفسها في الشارع العتم ده. عايزك تستغلي مواهبك. انت عايز تقول ايه يا جدع انت؟ عايزين نخدم.
عايزك تسمعي كلامي وانت تلاقي الذهب والمجد تحت رجليك الحلوين دول. يعني عايز نعمل ايه بالظبط؟ لازم تبحبحي حبتين. يعني صاهين. اسم الله على مقامك، مش بقولك ذكية. لا يا اخويا، انا ست ماشية بشرفي. وهتفضلي ماشية بشرفك. انما نفسي اسألك سؤال، ايه هو الشرف؟ الشرف شرف والله ماني عارف. اقول لك انا، الشرف هو التصرفات اللي تخلي الواحد محترم بين الناس. افرض فيه واحدة غلبانة وفقيرة لكن شريفة، الناس تحترمها اكتر ولا تحترم ويكون عندها فلوس ومجوهرات وفلل وخدم وحاشم؟ طبعا هيحترموا الغنية اما الفقيرة الشريفة فطز فيها وفي حضرتها. الشرف اللي انت فاهماه هو الشماعة اللي الفاشلين بيعلقوا عليها فشلهم. الشرف ده هو الحجة اللي بيتحجج بيها الأغبياء عشان يداروا فقرهم وغلبهم. كلامك معقول يا مسعود، بس أنا لولا بحبك ما كنتش قلت لك الكلام ده أبدا، ولا كنتش نورتك. بتحبني يا مسعود؟ بعبدك. طب وهو اللي يحب واحدة يقول لها تبحبح حبتين وتصهين 3 حبات؟ انت هتصهيني وتبحبحي مع 100 واحد علشان الفلوس، عشان المصلحة، انما قلبك هيكون لي انا بس، هتحبيني انا بس، وبالشكل ده هتفضلي ماشية بشرفك. وانت هتحبني لوحدي وبس؟ طبعا لوحدك وبس، انا كمان ماشي بشرفي. طب وإلهام مراتك؟ إلهام ما تهمنيش، مش قادرة تفهمني، مش ذكية زيك. إنما أنت الوحيدة اللي فهماني، أنت الوحيدة اللي بحبها. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا ابو حنفي، وازاي صحتك كده، وزي الست والاولاد؟ ها، والكتاكيت حلوين؟ والواد الصغير ايه، دخل المدرسه؟ لا، دخل الاحداث. ما شاء الله ما شاء الله، والله ونعم التربيه ونعم التربيه. الله، امال فين اخواننا الزملاء؟ ايه، في اجازه؟ لا، في جنازه. جنازه؟ جنازه مين كفاله الشر؟ عمة وكيل الوزاره ماتت. يا نهار اسود، عمة سعاده وكيل الوزاره ماتت. وما تقوليش. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هي قريبتك يا مسعود افندي؟ لا. معرفتك؟ لا. امال مفحوم عليها كده ليه؟ عشان كنت عايز تفوت عليا الواجب الخطير ده. السلام عليكم. في ذمة الله. بقية في حياتك، 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 البقية في حياتك، بقية في حياتك، بقية في حياتك. بقية في حياتك. البقية في حياتك. البقية في حياتك. أنا مش عارف أقول سعادتك إيه. على رأي المثل ما بيقول، الموت نقاد يختار الجياد، والمرحومة كانت من خيرة الجياد. فإذا كنت سعادتك مش عارفني، بحب أقول لسعادتك إن المرحومة كانت بمثابة والدتي بالظبط. معلش يا ابني، ادي حال الدنيا. دعيلك يا مسعود ادي حال الدنيا. معلش معلش، كفايه عياط يا ابني. يا ابني
يا ابني كفايه هتموت من العياط. متشكر على هذا الشغل. متشكر. كفايه بقى يا ابني. يا ابني كفايه. سيجاره يا مسعود يا فندم. يا فندم بالعافيه. سيجاره. اقعد يا ابني، اقعد. ولع يا مسعود يا فندم. يا فندم العفو. شد حيلك يا مسعود يا فندم، شد حيلك، كلنا لها. الحقيقه يا سعاده البيه، المرحومه كانت عزيزه عليا قوي قوي والله يا سعاده البيه. ايوه بس انا ليا عتاب عليك. عتاب ايه يا فندم؟ والله ما عملت حاجه. والله العظيم. اقعد يا ابني، اقعد. ازاي يا ابني تبقى قريب سعاده وكيل الوزاره وما تديناش خبر؟ بس مش كده يا مسعود يا فندم، ما انت جلد. مش قادر ده انا اتيتمت يا سعاده البيه، اتيتمت. الله يرحمك يا طنط نفيسه. الف رحمه ونور تنزل عليك يا طنط نفيسه. على العموم يا مسعود يا فندم، دي اخلاق الشاب اللي عاوز يصعد بمجهوده لوحده، مش اعتمادا على حد من قرايبه. طول عمري وانا اقول عليك انك اكفأ وانشط موظف عندي. متشكر يا سعاده البيه، الحقيقه دي شهاده تهون عليا بلوتي، وشهاده افتخر واعتز بيها. ده انا اللي اعتز بيك. ده انا حتى من يومين كتبت مذكره لسعاده وكيل الوزاره بخصوصك، اظن انا قلت لك عليها. ايوه يا فندم قلت لي، مذكره عشان ترفدني. ارفدك؟ حسن ملفظك يا افندي، يا افندي، يا محترم، يا عظيم، يا مبجل. ارفدك ليه لا سمح الله؟ بالعكس، ده انا معجب جدا بشجاعتك وصراحتك وتفانيك في العمل. ده انا حضرت مذكرة عشان ترقيتك. ترقيتي؟ افتكرت. بأمارة ما انا كنت عايز ارفد نفسي، وسيادتك يا ولده طالع المكتب تحوشني، نازل المكتب تحوشني، طالع المكتب تحوشني، نازل المكتب الحمد لله، اديك افتكرت. انت ما تعرفش معزتك عندي قد ايه، وعشان تصدق مذكرتك قدامي همضيها قدامك وابعتها لوكيل الوزارة مع مخصوص. وبعدين بقى ده وقته، مش هتبطل فصولك الباردة اللي بتعملها معايا دي. 25 متشكر يا مسعود يا فندم، متشكر. هذا الموظف كفء ويتيم ويستحق الترقية. quelle nouvelle? Ne me dis pas. هو انا في ديك الساعة سيادتك تؤمر وبس. À votre service toujours excellence. احنا عايزين نخدم يا فندم. Mais comment mon bé? دي موجودة هنا. دقيقة واحدة. عايز يكلمك. يا ساتر يا رب على تقل دمه، ولا الفاظه بلدي ياي ما احبش اكلمه. انا قلت له انك موجودة. امري لله. اهلا وسهلا، وانت كمان وحشني موت. يا لوحي على خفة دمك يا لوحي. ومسعود كمان بيحبك قوي ومعجب بيك جدا. تحت امرك. وانا كمان. فين؟ الساعة 9 هكون عندك. ما قلتليش عملت ايه لمسعود؟ صحيح؟ يعني ابشره؟ يوجدك ايه يا حمادة؟ طبعا كلمت مسعود، اهو هيكلمك اهو. اهلا سعادة البيه. اهلا يا فندم. حاضر يا فندم، هنقله عندي في مكتبي عشان يكون مستريح خالص. يا فندم ما كانش لازم يعني تكلم سوسو عشان الموضوع ده. يا فندم هو احنا ننسى افضال سيادتك؟ مش عليا انا بس، ده على البلد بحالها. ربنا يخلي سيادتك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. يا فندم ما تنساش العشاء الليله دي عندي في البيت. طيب يا فندم، مع السلامه سيادتك. عامل عزومة عندك الليلة؟ ايوه يا سوسو.
انت مش ملاحظ انك ما عزمتنيش على بيتك الجديد؟ والله يا سوسو. ايه، خايف من مراتك؟ لا، هو مش مسألة خايف، إنما يمكن مش قد المقام. أعوذ بالله، إزاي تقول الكلام ده يا سوسو؟ خلاص اعمل حسابك ان انا عازمه نفسي عندك الليله. تشرفي وتأنسي يا روحي. طيب، باي باي. باي باي يا روحي. الو، ميزون دو فورير، مسعود ابو السعد كي بار. والنبي كنت بسأل، عندكم فرو ارمين ابيض؟ طه، هفوت عليكم بعد ساعة. طه، مع السلامة. كلمت جروبي. كل حاجة هتكون جاهزة الساعة 6. الحقيقة يا إلهام، أنا مهتم بالحفلة دي قوي. بقالي شهرين ما ترقتش، عايز أترقى. اعملي لي درينك. ايه اللي انت جايبه معاك ده؟ عارفة مين جاي الليلة دي؟ مين؟ سوسو، سوسو؟ جارتنا بتاعت شارع الصبر. ودي ايه اللي هتجيبها الجغبوعة الشخشوحة؟ عايزة تفكرنا بأيام الفقر. فقر؟ عقبال أمانتك يا روحي. دي النهارده بتلعب بالفلوس لعب. عندها بدل العربية 2 وبدل الشقة 3. وبيني وبينك أنا عامل معاها صفقة، لو نفعت هكسب من وراها 14,000 جنيه. شوفي جايبة لك إيه؟ يا روحي يا سوسو، طمرت فيكي العشرة. يعني مش زعلانة إن أنا عزمتها؟ ده أنا هطير من الفرح حقيقي. ولاد الأصول عمرهم ما يتغيروا. أهلا سوسو هانم. أهلا يا حبيبتي، أهلا يا روحي. اهلا، ازيك يا الهام؟ وحشاني يا حبيبتي. تعالي اتفضلي اما اعرفك بالجماعة. مين الست هناك؟ فين؟ اللي واقفة هناك دي. دي مراتي. اللي مع مراتك. سوسو. ست زي اللوز. تعرفها كويس دي يا مسعود بيه؟ بنت خالتي. أنا آسف يا مسعود بيه، أنا ما كنتش أعرف الحقيقة. لا 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 أبدا. مسكينة، متطلقة من 4 أشهر. إيه؟ متطلقة من 4 أشهر، وحدانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبدا. اعمل لك كاس على بال ما ندهها لك عشان تواسيها. اعمل لك كاس. مسعود. سوسو هانم، سوسو هانم منورة الحفلة والله. ميرسي. اكسلانس، اسمح لي اخد سوسو هانم اعرفها برمضان بيه. مين؟ رمضان بيه. اتفضل. وحشني يا مسعود. تعرف اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه يا فريد؟ تسريحتك. ياي ولا كرمك. ميرسي قوي على الهدية اللي بعتها لي. ميرسي قوي، واشكريني على حاجة تستاهل. يعني لو طلبت منك حاجة تستاهل ما ترفضهاش؟ طبعا. احلف. وحياة غلاوتك عندي. طب يلا بينا نتكلم على رواقة. في الحقيقة أنا كنت معجبة بيك،
ونفسي اتعرف عليك من زمان، بس كنت خايفة. خايفة من ايه لا سمح الله؟ من كلام الناس. والناس لازم تعرف. بلاش شقاوة بقى، اصل انا ماشية بشرف يا رمضان بيه. بلاش بيه دي، قولي لي رمضان ولا اقول لك بالشهور الميلادية بيسموني ديسمبر. في صحة ديسمبر بيه. في صحة أجمل وأشرف بنت خالة في الدنيا. وده اسمه كلام برضو يا فيفي. بتشكريني على ازازة بارفان بعتها لك. دي ازازة البارفان هي اللي حقها تشكرني على اني اديتها الفرصة، اديتها الشرف انها تلمس اجمل وش، انعم شعر، واحلى رقبة، وارق ايدين، واغلى دين. يا مسعود، ما خلاص. خلاص ايه يا مدام فنطاس؟ انا ما يملاش عيني البنات الصغيرين المفعصين. انا ما يعجبنيش الا الانوثة الناضجة اللي زيك. 24 27 38. يا مسعود، يعني كويس كده؟ هو في احلى من كده؟ وإلهام مراتك يا مسعود؟ هسيبها، هطلقها. لا، بس الطلاق عايز نفقة ومؤخر صداق ومصاريف وبلاوي زرقاء. أنا تحت أمرك يا مسعود. لا لا يمكن أمس مليم من فلوسك. إنما بقول إيه؟ لو كلمت فنطاس بيه يمكن يسمع كلامك. أنت عارف إن أنا متأخر في الترقية وزملائي كلهم بقوا وكلاء وزارات. كلمي فنطاس بيه. من عينيا يا مسعود. تسلم عينيك. Buongiorno commendatore. Ah, giusto preciso. Signorina Suso? Ah, signorina Suso, pia bella donna del mondo. احنا عايزينه نخدمه. Senza complimenti. A domani. Arrivederci. الو، اهلا يا اكسلانس. لا ما تقولش كده. احنا عايزين نخدم. طيب يا فندم، مع السلامة. الو، عجبك الويسكي؟ هبعت لك صندوق تاني. ايه؟ حساب؟ في برضه بيننا وبين بعض حسابات؟ لا اشوفك في النادي. طيب، باي باي. هلو. متأسف يا حياتي، كنت بخلص شوية شغل. بكلمك من المكتب الجديد. ألف مبروك يا حبيبي. أنا هستناك الليلة علشان نحتفل سوا بالترقية. أنا وأنت وبس. كان من عينيا والله يا روح قلبي، بس الليلة دي عندي اجتماع مهم. لا ما تتعبيش نفسك. أنا هبقى أتصل بيكي بالتليفون ونتفق على ميعاد. ما تنسيش تشكري لي فنطاس بيه. أوروفوار يا أجمل النساء.
هاتف دعاني ودفعني إلى ترشيح نفسي رغم كثرة أعمالي وزحمة أعبائي. هذا الهاتف هو إحساسي الدفين وشعوري الحزين بما يعانيه حيكم الموقر من حرمان وفقر ومسغبة. لا تهتفوا لي، بل دعوني أنا أهتف لكم. طوبى لكم، طوبى للفقراء المساكين، ودبشة للأغنياء المقترين الذين خربوا بيوتكم الآمنة وعكروا حياتكم السالمة. بعيني أنا شفت دعاية ظالمة، بوداني أنا سمعت وشاية غاشمة. لماذا يهاجمونني؟ لماذا؟ يسألونكم عني، وإذا سألوكم عني قولوا لهم ليس مسعود أبو السعد ممن يتظاهرون بالفقر والكفاف ويعيشون عيشة الطرف والبذخ والإسفاف. قولوا لهم إن مسعود أبو السعد هو ابن هذا الحي، يحس بكم وبمصائبكم وبغلبكم. لقد كادت نياط قلبي تتمزق وعجاجة كبدي تتفتق من هول بلاويكم وشدة مآسيكم. من أصغر إلى أكبر نفر فيكم. ولكن خذوها مني صريحة مدوية، هذا عهد راح وانقضى، وأمر قد انتهى ومضى. بس وحياة أبويا لأجعلن من ضعيفكم قوية، ومن فقيركم غنية، ومن بلبوصكم مكسية. أنا الفقير ابن الفقير، جمعت الفقر من أطرافه، منتهى البؤس وشدة الفلس. يحيى الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يعيش الفقير مسعود، يعيش الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يحيى الفقير مسعود، يعيش الفقير مسعود، يعيش الفقير مسعود، يعيش الفقير مسعود، يعيش الفقير مسعود. عملت لنا ايه في الشقة؟ جاهزة يا فندم. طب تعالى قول لي توتو بقى. حاضر. بونسوار آدم بيه. بونسوار مسعود. يا فندم الشقة اللي كنت سيادتك عايز اتفرج عليها جاهزة للفرجة بكرة الساعة 12. اوه الساعة 12 بدري قوي، بكون لسه نايمة. طب يا فندم نخليها الساعة 4 بعد الظهر. الساعة 4 أنا عندي اجتماع. طب يا فندم سيادتك تروح الاجتماع وانا اخد زيزات هتتفرج على الشقة. متشكر يا مسعود. العفو يا فندم.
العفو. انما بقول ايه يا ادم بيه؟ ايوه. بقول لو سيادتك كلمت لي ابن سيادتك نوح بيه في خلص حكاية الشقة وانا هخلص لك حكاية نوح. ربنا يخليك لنا يا فندم، ربنا يخليك لنا يا ادم بيه ويطول عمرك كمان وكمان. هلو يا ديدي، اكسكيوز مي. ايه ده؟ ايه ده؟ يومين ثلاثة ما اسمعش صوتك، ما فيش تليفون ولا حاجة ابدا. كنت مشغولة حبتين. مشغولة في ايه؟ لا اسمع ما اقول لك، ميعادك بكرة معايا في النادي الساعة 9، مستر هاكن بوش نفسه يشوفك. ها؟ 9 بالدقيقة هكون في النادي. انما بقول ايه؟ وانت كده في ساعة تجلي ما تنسيش تفكري مستر هاكن بوش ان ليا قرشين عنده في الصفقة اياها بتاعت اطمن، حط في بطنك بطيخة صيفي. ربنا يخليكي لي يا بنتي. اتفضلي. احنا رمضان بيه ديسمبر. ظريف والله يا رمضان بيه. ديسمبر جيب لي كاس ويسكي. يا عيون ديسمبر. شكرا. ايه الاخبار؟ رمضان مسافر الاقصر وهيقعد اسبوع. ازاي الكلام ده؟ ده انا اعتمادي كله على رمضان بيه، يعني المشروع باظ. ويبوظ ليه؟ سافر انت وسوسو وخلصوا الموضوع في الاقصر. ما تسافر انت يا الهام. لا يا اختي، رمضان بيه بيحبك، ثم انا اتفقت مع فريد بيه ان انا هقعد معاه كام يوم في الغردقه. عين العقل. وحياتي عندك سافر مع سوسو يا مسعود. والله اللي تتفقوا عليه انا من ايدكوا دي لايدكوا دي. ميرسي. انت مش كنت اتفقت مع سوسو عشان موضوع مسعود؟ ايوه ان شاء الله اول ما ارجع من الاقصر اعرف التفاصيل من مسعود. وعلى ايه؟ انا ومسعود هنجي لك الاقصر. ده انا اكون في منتهى السعاده. في الحقيقه انا اللي هكون سعيد جدا يا رمضان بيه بوجودي مع شخصيه زي سيادتك من اعظم شخصيات المجتمع اللي يرحمكم الله. اشكرك. المجتمع اللي فيه امثالك وامثالي من الوصوليين والانتهازيين رايح في داهية. لا، داهية واحدة مش كفاية، في 60 داهية. مسعود انت سكران؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيهزر معاك يا ديسمبر. الله يجازيك يا مسعود. تضحك على ايه يا راجل يا اف؟ هزار ده برضه؟ لا ده انت زودتها قوي يا مسعود. لا ما دام مش هزار ما يصحش تهني في بيتك. بيتي؟ ده بيت ده؟ بتسمي ده بيت؟ ده بقى سلطة كله اتلخبط على بعضه. اخرس يا سكران يا تافه يا جغبوع، انا بيتي بيت محترم. محترم؟ هيجيله الاحترام منين يا اختي؟ منك انتي ولا من ديسمبر ولا من ست سوسو؟ مالها الست سوسو يا العادي؟ انا واحدة ماشية بشرفي. شرفك؟ اضحكتني يا امرأة. ايها الناس، ايها الناس، ايها الناس، اسمعوا واو، اسمعوا اخر خبر، واو اخر عجب. قال ايه؟ الست سوسو شريفة ورمضان شريف ومراتي كمان شريفة، قال وانا شريف، كلهم شرفة، كلنا بقينا شرفة. تعرفوا معنى الشرف انتوا يا حوش؟ برا يا دون، برا يا دون يا المامة يا أوباش، برا يا مزيفين يا مدلسين يا مفلسين، برا. انا نبهتك، انت اخدت اخر حبايه معايا. طب والعمل؟ اعمل معروف، ابوس رجلك، ده انا كان بيني وبين السما 3 سنتي. اعمل معروف، اصل خدت حبايه من الكيس التالت ما اشتغلتش. لازم هي ايه؟ حبايه الصراحه. يا نهار اسود، صراحه؟ ايوه. ومين قال لك ان انا عايز صراحه؟ انت اللي اخترت بنفسك، سرقتها مش كده؟ هو انت شفتني؟ طبعا. طب ما نبهتنيش ليه؟ هقول لك ايه، انت راجل طماع. طب والعمل؟ مفيش فايده. يعني هفضل راجل صريح على طول؟ غصب عنك. طب مفعول هينتهي بعد قد ايه؟ والله علمي علمك. هنام، هحبس
احبس نفسي لغايه ما المفعول يروح. مفيش فايدة، أول ما تطلع للناس المفعول يبتدي تاني. هعمل غسيل معده بس. والنبي دي بتمشي في الدم على طول. انت بتقفلها من كل ناحيه ليه؟ أنا اللي بقفلها يا حرامي يا لص. عليه العوض ومنه العوض، ومنك لله يا راجل يا شايب يا وحش. ضعنا والحمد لله. اهلا اهلا عويج يا فندي. صباح الخير يا سعادة البيه. ايه اللي انت شايله ده؟ ده دوسيه يا فندم، ملف. ملف؟ وعامل كده ليه؟ هي الدولة مش حددت النسل؟ ظريفة قوي دي يا فندم، ربنا يسعد اوقات سيادتك. اوقات سيادتي مالكش دعوة بيها، فاهم؟ حاضر يا فندم. ايه حكاية الملف ده؟ حكاية مهمة قوي يا فندم. اموال كانت هتضيع على الشركة، اموال صرفت بدون وجه حق. عفارم عليك يا عويج يا فندي، عفارم. ايه بقى حكاية الاموال دي؟ من 18 سنة يا فندم، وبالتحديد في تاريخ 4/4 سنة 1950 صرفت الشركة للمقاول اللي بنى المكاتب الجديدة مبلغ 88,999 جنيه و444 مليم حسب العقد المبرم. عظيم. وبعدين اكتشفت انا ان في شباك اوضتي شنكل ناقص. ارسلت خطاب مسجل مستعجل بعلم الوصول للمقاول اللي بنى المبنى، فرد على الشركة بانه سلم المبنى حسب المواصفات، وبذلك يكون غير مسؤول عن الشنكل اللي ناقص. عنده حق. صبرك بالله بس يا فندم، انا طلبت من اللجنة اللي استلمت المباني مراجعة كشوف الاستلام. وعملت ايه اللجنة؟ عملت لجنة. اللجنة عملت لجنة؟ ايوه يا فندم، لجنة فرعية. لجنة فرعية عشان ايه؟ عشان تشوف اذا كان فيه خروم مكان الشنكل يبقى الشنكل كان راكب وفقد، واذا لم يكن هناك خروم فيبقى المقاول ما ركبش الشنكل. ولقوا الخروم؟ لا يا فندم، في الحقيقة اعضاء اللجنة اختلفوا. نصهم قال ان دي خروم الشنكل، ونص التاني اجمع على ان دي بيوت حرام الحلة. حرام الحلة؟ ايوه يا فندم. هنا في الشركة؟ ايوه يا فندم، هنا في الشركة. ومسكتوا الحرامي؟ لا يا فندم، ده نمل اسمه حرام الحلة. المهم اللجنة الفرعية عملت ايه؟ عملت لجنة رخرة. ايوه يا فندم، لجنة داخلية، وثبت لها بعد الفحص ان الخروم ليست خروم شنكل، وانما خدوش تكونت بمعرفة قطة. قطة؟ ايوه يا فندم، قطة. وبذلك قد قام الدليل على ان المقاول لم يركب الشنقل. شنقل؟ قصدك شنكل. الشنكل يا فندم، الشنكل. وبذلك يكون قد تقاضى ثمن الشنكل وقدره 44 مليم بدون وجه حق. 44 مليم؟ ده اجرام. هو انا سبته؟ ارسلت له صورة من تقرير اللجنة الرئيسية، وصورة من تقرير اللجنة الفرعية، وصورة من تقرير اللجنة الداخلية، وطالبناها رسميا بخطاب مسجل مستعجل موصى عليه بعلم الوصول بتركيب الشنكل او توريد ثمنه لخزينة الشركة. اللي هم ال 44 مليم؟ ايوه يا فندم، ال 44 مليم. ودفعهم؟ لا، رفض. اخص. وبعدين؟ ما سبتوش، بعت له خطاب مسجل مستعجل بعلم الوصول انبه عليه يا الدفع يا يركب الشنكل. ما ردش. ما سبتوش، بعت له انذار على يد محضر. ما ردش. لا، رد وقال مش دافع. ما سبتوش، كتبت مذكرة لقلم قضايا الشركة برفع الدعوة على المقاول، واتأجلت القضية 14 مرة لغاية سنة 1961. وبعدين؟ المقاول وضع تحت الحراسة. تعال يبقى اتحلت. لا يا فندم، طالبنا الحارس رفض الدفع. ما سبتوش؟ لا، سبته ورجعت طالبت المقاول. والمقاول يدفع منين ما دام تحت الحراسة؟ ما شاء الله يا فندم على ذكاء سيادتك، هو رد علينا كده بالظبط. سبته وطالبت الحارس. الحارس رد علينا وقال ان دي مسؤولية اللجنة اللي استلمت المباني. طالبت اللجنة طبعا. طبعا. رئيس اللجنة قال ان دي مسؤولية اللجنة الفرعية بتاعت حرام الحلة. هي بعينها. اتضح ان رئيس اللجنة انتدب للعمل في الكويت. ما سبتوش، بعتنا للكويت عشان نحصل منه المبلغ المذكور. مبلغ ال 44 مليم. تمام يا فندم. رد رئيس اللجنة الفرعية وقال ان هو مش مسؤول، والمسؤول رئيس اللجنة الداخلية بتاعت القطة. تمام يا فندم.
بعتنا له لقيناه اتنقل استراليا. لا يا فندم، لقيناه اتنقل للدار الآخرة، توفي إلى رحمة الله. ما سبتوش؟ لا يا فندم سبته. ومسكت في القطة؟ لا يا فندم، مسكنا في الورثة. طالبته الورثة كمان؟ امال يا فندم احنا بنلعب. ردوا وقالوا ان المرحوم كان مبذر ومسرف ومتلاف وسفيه وما ساب لهمش غير الديون. طالبته الديانة؟ في الحقيقة يا فندم. حقيقة ايه؟ انتوا سبتوا حد ما طالبتهوش؟ ده انتوا ناقص تطالبوا الجيران. والله يا فندم انا جاي اعرض على سيادتك الموضوع لاخذ الرأي، فاذا امرت سيادتك بان احنا نطالب الجيران نطالبهم، ما فيهاش حاجة. قول لي يا عويج افندي. نعم يا فندم. الدوسيه ده فيه كام مكاتبة؟ كتير يا فندم، حوالي 1000 مكاتبة. 1000 مكاتبة. وكل مكاتبة عليها كام امضة؟ في المتوسط 6 امضاءات يا فندم، يعني حوالي 6000 امضة. 6000 امضة. وكل مكاتبة خدت لها ساعتين شغل؟ قول 3 يا فندم. 3 يبقى 3000 ساعة. ومتوسط ساعات العمل في اليوم 6 ساعات، يعني 500 يوم. شفت يا فندم بنتعب قد ايه؟ 1000 مكاتبة يا عويج افندي في 6000 امضة ب 500 يوم عمل علشان تحصل 44 مليم. امال يا فندم، اموال الشركة دي امانة في عنقي، ما اقدرش افرط فيها. اللوائح كده، القانون بيقول كده. اسمع يا عويج افندي. نعم يا فندم. القانون اللي يقول انك تصرف 400 جنيه علشان تحصل 44 مليم ده قانون حمار. ما هو ما عملتش كده يا فندم، ابقى مهمل، ابقى مقصر، لازم اخد جزء. ما كانش ممكن يا اخي انك توفر الجهد ده كله على الشركة وتركب انت الشنكل؟ تركيب الشنكل ده يا فندم عمل معماري، يلزمه مقايسة ومناقصة ولجان للمظاريف. طيب ما كانش ممكن انك تصرف انت ال 44 مليم وتوفر ال 400 جنيه على الشركة؟ واسيب المغتصب ينعم في 44 مليم بدون وجه حق. العدالة لازم تاخد مجراها. العدالة لازم تاخد مجراها. ونعم المدير الكفء ونعم الموظف النزيه. يا عويج، هم سموك عويجة ليه؟ عشان راجل عدل، راجل دغري اهو. طب اسمع بقى يا راجل يا عدل يا راجل يا دغري. نعم يا فندم. عايزك تعمل لي كشف باسماء كل من وضع امضاه الكريمة في الورق ده، واسم سيادتك على رأسهم. ربنا يخليك يا فندم، ربنا ما يحرمنيش من عطفك ابدا. وتخصم لي منهم 400 جنيه، 200 عليك و200 عليهم بالتساوي. قصدك ال 44 مليم يا فندم؟ 400 جنيه، انا بتكلم عربي. امر سيادتك يا فندم. وده ايه ده كمان؟ الشنكل ده ماله صغير كده ليه؟ لا ده مش شنكل يا فندم، دي استمارة صرف. 294,582 جنيه و2 مليم لأمر السيد تيسير عبد الغني، 8 خامات وردها خدت فيها كام دي يا عدل يا دغري؟ خدت فيها كام يعني ايه يا فندم؟ يعني فلوس. فلوس؟ فلوس. مش عارف فلوس يعني ايه؟ يا فندم ما يصحش كده، انا مش بتاع كده ابدا، انا راجل زي السيف. قصدك زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. يا فندم ما يصحش، ده انا بقالي في الشركة 25 سنة. 25 سنة غش، 25 سنة خداع، 25 سنة سرقة. انت لسه بتدور عليه؟ امشي اطلع بره. بره. حاضر. اسمع. تعال. اطلع بره. بره. حاضر. الو، مدام فنطاس موجودة والله؟ اقدر اكلمها؟ الو، انا مسعود. يا حبيبي، انت فين يا مسعود؟ انا افتكرتك سافرت. انت بتتكلم منين؟ بكلمك من مكتبي القديم.
تصوري الراجل وكيل الوزارة رجعنا العلاقات العامة، قال عشان كتبت تقرير قلت فيه رأيي بصراحة. أنا برضو بتاع علاقات عامة. ولا يهمك يا حبيبي، بكرة رجعك أحسن ما كنت، بس ضروري أشوفك الليلة. نعم؟ تشوفيني ليه؟ ما أنا قلت لك على اللي حصل. إيه؟ وحشتك قوي؟ يا هانم اختشي على طقمك، بص في مراية يا ولية يا قرعة. ايه ما قريتيش شهادة ميلادك؟ ولا على ايامك ما كانش فيه مكاتب صحة؟ نعم؟ بتقول ايه يا اختي؟ اما هو انت ليكي اما؟ طب ها اقعد شوف شغلكم. فين الافندي صاحب الكشك ده؟ على مكتبه يا فندم. سرحان فين صاحب الكشك ده؟ على مكتبه يا فندم. سرحان في ايه يا افندي؟ نعم؟ بقول سرحان في ايه؟ لا يا فندم مش سرحان ولا حاجة. ومصالح الناس دي كلها تتعطل عشان قاعد سرحان؟ لا يا فندم بس تعبان شوية. تعبان؟ التعبان يروح يستريح في بيتكم يا مسعود افندي، مش ينام في المكتب. لا يا فندم بس عندي شوية صداع. صداع؟ صداع والله يا فندم زي المنشار. زي المنشار، طالع واكل نازل واكل. 12500 جنيه بتوع مين دول يا افندي؟ دي استمارة الصرف بتاع المعلم مدبول يا فندم. معلم مدبولي؟ ايوه. خدت منه كام يا افندي؟ كانت كام يعني ايه يا فندم؟ كام يعني ايه؟ فلوس. ما تعرفش يعني ايه فلوس يا افندي؟ ازاي يا فندم تقول الكلام ده؟ يا فندم يا عويجة بيه انا بقالي معاك 15 سنة ما حدش جاب 15 سنة بتخدعني، 15 سنة بتغشني، 15 سنة طنط نفيسة، 15 سنة بتكذب عليا، 25 سنة وانت مدوخني، 25 سنة ادور عليك في كل حتة وانت تعب قلبي. القلم بتاعي اهو يا فندم. ايه ده يا افندي ده؟ ايه يا فندم؟ انت بتقدم لي كمان رشوة؟ رشوة يا نهار اسود اهو يا فندم. امشي يا فندي اطلع بره واستناني على باب مكتبي. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندي. حاضر. تعال يا فندي هنا تعال. نعم. تعال امشي اطلع بره واستناني امشي. حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعمل معروف، شوف لي حل. حتى حبوب الصراحة راح مفعول. رجعت مسعود بتاع زمان، بيتي مش قادر ادخله بقالي شهر. اعمل معروف، اديني اي حبوب اي نوع، بس ما تسيبنيش ما تسيبنيش. ضعيف جبان ماليش شخصية، انا ماليش شخصية. كفاية عليك اللي جربته، يا ما نصحتك ما سمعتش كلامي. قوم دلوقتي روح لمراتك، يمكن تصفالك وتستريح. استريح؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مساء الخير يا إلهام. انت ايه اللي جابك هنا؟ الله مش بيت يا إلهام. لا مش بيتك، انت نسيت اللي عملته. معلش يا إلهام أنا آسف. بعد ايه؟ أنا مستعد أعمل أي حاجة عشان ترضيكي. يبقى لازم تضحي، تختفي. أختفي إزاي؟ انا اضطريت اقول انك مت، يعني انا دلوقتي بقيت اغمله. طب مش كان واجب برضه تاخدي رأيي قبل ما تترملي؟ اهو ده اللي حصل، هتطلعنا كدابين قدام الناس؟ لا ما يصحش. يبقى دلوقتي تتفضل تخرج بره عشان المعازيم تيجي وما تفضحناش مرة تانية. خلاص الفراخ يا إلهام احطها في ايه اللي جابك هنا؟ خلاص يا سوسو، هو وعدني انه هيختفي. يا دي الفضيحة. هنقول للناس ايه؟ هنقول ان جوزها صحي وإلهام خلاص مش أرملة؟ طب مت ازاي وامتى؟ يدمك ولك عين تهزر. مش بهزر والله بتكلم جد.
خايف لحد يسالني ما اعرفش ارد عليه. مت من اسبوعين ازاي؟ في حادثه عربيه. اهو كده نورتيني، عشان لو حد سالني ابقى اعرف ارد. طب اتطرق بقى قبل ما حد يجي. حاضر. راجع تاني ليه؟ جعان. في اكل في المطبخ، تاكل وتمشي على طول ومش عايزه اشوف وشك بالمغة. عاوز تاكل خش المطبخ. مفيش فايدة. ما هو يا الناس كلها تبقى عندها أخلاق، يا تبقى كلها وحشة عشان يعرفوا يعيشوا مع بعض. إنما واحد لوحده لا. طب والعمل؟ العمل عمل ربنا بقى. اقعد معايا هنا لحد ربنا ما يفرجها. ازاي؟ يفرجها ازاي؟ تبقى الناس كلها عندها أخلاق. وتفتكر ان ده ممكن يحصل؟ يمكن. ربك كريم. اما اقوم بقى اشوف لك حته تنام فيها. عن اذنك. اتفضل. اتفضل يا سيد مسعود. ايه اللي عملته ده؟ زي ما انت شايف. دي جريمة. جريمة ازاي؟ انا عايز كل الناس يبقى عندها اخلاق. اخلاق؟
ده انت سرقت الشوال من الدكان بعد ما استأمنتك. اللي عنده الشوال ده ومخبيه وسايب الناس تاكل في بعضها هو اللي بيرتكب جريمة. انت بتفكر على قد مخك الضيق. تعالى نروح فين؟ نلف في البلد شوية لحد الناس ما يشربوا المية اللي فيها خلاصة الأخلاق، ونشوف هيحصل لهم ايه. هيبقوا سعداء. هتبقى البلد الوحيدة اللي أهلها كلهم عندهم أخلاق. طول بالك ما تستعجلش. يلا بينا. الله، ده عويجة فندي مات. عويجة مين؟ المدير بتاعي. الله يرحمه. لازم نروح الجنازة. واجب برضه. يلا بينا. مش لسه بدري؟ أو ناخدها مشي لحد هناك. طيب يلا. من فضلك. عجبك كده؟ رحنا في داهية. حصل ايه؟ المسحوق وصل المية. مش عرفك؟ ما انا دقت بنفسي. ربنا يستر. يا سلام يا رامي، سلمت معي على فين يا حبيبي؟ في 60 داهية يا جمالي، تروح ما ترجعش تاني يا بختي. انا عارفة كنت عايشة معاك ازاي العمر ده كله يا مدوخني. مسكينة مراتي اتجننت من اللي شربته. قصده حزنا. حزنا. يا بدرت في فضايحك يا طار. مفيش مصيبة إلا ما عملتها، مفيش شغالة إلا ما جريت وراه، مفيش أبدا جارة إلا لما عكستها يا لهوي. اخص عليك يا عديمة المروءة، عديمة الوفاء. الله وصل. في 60 داهية، هو لا يرجع. اقفل عليه الطربة بالطربة والمفتاح. ما تخلصونا بقى يا اخي، الله يكحمه مطرح ما راح. تعبنا دنيا واخره. انت يا جدع، انت يا حنون. ايه عايز ايه يا جدع انت؟ عاوز تخلصنا، خلينا نلقحه بقى ونروح نشوف اشغالنا يا اخي. بتتأمر على ايه؟ على 5 جنيه عمر. والله العظيم لولا الايام السودة دي ما كنت لقاها في التربة باقل من 10 جنيه. وعاملين لي زيطة وزنبليطة. على رأي المثل، الجنازة حرة والميت كلب. بينا يا رجالة. فوت قدامي قبل ما تقلب بغم. غم ايه؟ دي حاجة ظريفة قوي. فوت. ايه الحكاية؟ هي أزمة المساكن انحلت كده مرة واحدة؟ شيء غريب فعلا. الله، وشوف دي. كل دي شقق فاضية؟ ده لازم السكان طفشوا مرة واحدة. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الشقق دي كلها فاضية؟ تحت أمرك يا بيه، من شقة ل10. إنما يعني إزاي كل الشقق دي فضيت مرة واحدة؟ دي كلها شقق الهلس ومسخرة،
ولما الناس بقت عندها اخلاق سابوا الشقق الخصوصيه، الازمه انحلت. ادي الحكايه. يا سلام، مين كان يفكر ان الحكايه دي تحل ازمه المساكن؟ نظرة محافظة. اتفضل يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهارك مقندل، انت جاي هنا تهبب ايه؟ انت مش مطرخ تحت منك؟ الهام اخرس. لسه ما شربتش. واضح. قلت لك 100 مرة مش عايزة اشوف خلقتك في البيت ده. وطي صوتك يا روح قلبي، معايا ضيف. يا ما جاب الغراب. عيب يا حبة عيني، ده راجل مبروك. اخرس. ايه ده؟ انت بتشتغل في سيرك؟ ايوه يا بنتي بشتغل في سيرك. عيب كده يا حبة عيني، عيب. لازم تعرف ان ده بيتي ومالكش حاجة فيه ابدا. اتفضل اخرج بره انت والراجل اللي جايبه معاك. يا ست هانم ما يصحش كده. انا اخرج بره معلش، لكن مسعود جوزك برضه مهما كان. برضه بيقول جوزي؟ يا استاذ انا ارملة، جوزي ميت واندفن في التربة. يا روح قلبي انا عايش. عايش ازاي يا افندي يا جاهل؟ ده انت ال40 بتاعك بعد 3 ايام. لا وانت الصادقة بقى يا روح قلبي، ما يبقاش ال40 بتاعي، يبقى ال20 بتاعي. وش فهمك في الحاجات دي يا افندي يا دوخ؟ سوسو يا حبة عيني قدامك من يومين كانت قالت اني انا مت من 15 يوم، يعني بعد 3 ايام يبقى ال20 بتاعي. تصدق سوسو وتكدبني انا؟ شايف يا استاذ؟ شاهد يا بتاع السيرك. ما دام بتشاهديني بقى انا هقول الحق. الراجل ما غلطش، معذور. اذا كنتوا موتوه وهو حي، عايش قدامك اهو. شوف الراجل اللي بيقول عايش ده، عايش ده عايش ده. انت عايش؟ عايش. امال الاسود اللي لبسته 3 ايام لبسته على مين؟ ده حي ده؟ ايوه حي يرزق. انت حي يرزق؟ ايوه حي، انما حاليا لا ارزق. تبقى ميت. لا حي. لا ميت. حي. 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 ميت. الهام فوقي يا حبيبتي، فوقي والنبي، فوقي يا نور عيني. الهام انا مش هقف في طريقك تاني، خلاص همشي من حياتك، بس فوقي يا الهام. الهام عندك حق يا حبيبتي، انا ميت. مسعود. المرحوم مسعود، انا مت. ما تقولش كده يا حبيبي، ما تقولش كده يا جوزي. الهام حي. يا اخي انا مش مصدق ان كل ده يحصل من الشوال اللي رميته في الميه. اخلاق يا استاذ، اخلاق. سمعت؟ المفعول انتهى. يا خسارة، كان حلم جميل يا ريته دام. طب والناس هيجرى لها ايه دلوقتي؟ ولا حاجة، رجعت ريمة لعادتها القديمة. استودعك الله. رايح فين؟ اشوف لي شغلانة تانية بقى. مع السلامة. السلام عليكم. جيت يا ابو ذي الاخ. شايف جلبتك السوداء؟ شايف جلبتك المنيله؟ جايبها لي عشان تغيظني، عشان تفرسني؟ اخرس انكتم ولا كلمه. غور في 60 داهيه. رايح فين؟ تعالى. اخويا ميمي جوه بيستريح في اوضه النوم. اتلقح في اوضه المسافرين على بال ما اجيب لك البيجامه. غور. جاتك البلد. هتفردك قهوة، انا لازم اموتك. مفيش
اه